عبد الرزاق حمد الله يرد على استبعاده من المنتخب بكلمة واحدة. نشر النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي اتحاد جدة السعودي تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في توقيت يتزامن مع الإعلان الرسمي للمدرب الوطني وليد الركراكي عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي المشارك في كأس إفريقيا. وقال حمد الله في تدوينته التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه: سنعود أقوى. وقد ربط البعض هذه التصريحات بقرار استبعاده من المنتخب المغربي من قبل المدرب وليد الركراكي، بينما اعتبرها البعض الآخر رسالة إلى جماهير ناديه اتحاد جدة بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام النصر. وكان وليد الركراكي قد كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس إفريقيا، والتي تضم 27 لاعبا، من بينهم 3 مهاجمين رأس حربة وهم يوسف النصيري، أيوب الكعبي، وطارق تيسودالي. وغاب عبد الرزاق حمد الله عن هذه اللائحة. يشار إلى أن عبد الرزاق حمد الله كان من بين اللاعبين الذين ساهموا في تاريخ كرة القدم المغربية خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم في قطر العام الماضي، حيث وصل المنتخب إلى المربع الذهبي. وتألق حمد الله في مباراة فريقه الأخيرة التي واجه فيها فريقه السابق النصر، حيث سجل هدفين رائعين، غير أن المباراة انتهت بخسارة ثقيلة للاتحاد ب5-2. وأشادت جماهير الفريق باللاعب المغربي، في حين تعرض زميله كريم بنزيمة لانتقادات حادة بسبب أدائه غير المقنع.